حبايبي الحلوين، رجعنا تاني بفيديو من فيديوهاتنا الجميلة. طبعا احنا روحنا السوق النهاردة وانا حابة اشارككم حاجة بسيطة كده من يومي النهاردة. انا ناسية القناة خالص وبحاول ارجع لها على قد ما اقدر. رحنا السوق النهاردة كده، جبنا سمك بولتي ونضفناه زي ما احنا شايفين. طبعا عشان تخلي السمك معاكي نضيف جدا، تغسليه بالمية والليمون والدقيق، ولو ضفتي معلقة طحينة كمان معاكي بتخلي السمك زي الفل. بتنضفيه بقى من جوه بالفرشه كده وتخليه كويس وتصفيه، وهنبدا نعمله مع بعض. اول حاجه جبت 4 بصلات كبار وبدات اقطعهم في الطاسه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. حطيت معلقه زيت على معلقه زبده، وقطعت البصل كبير، وكمان فلفل الوان ومعلقه توم كبير. هبدا اقلب البصل لغايه ما يدبل معايا كده. بعد كده هنزل بالثوم والخضار، وعشان البصل يدبل معاكي بسرعه انزلي معاكي بالتوابل على طول. معايا ايه في التوابل؟ معايا ملح، ورقه لوري، معايا بهارات سمك، معايا كمون، معايا كزبره، ومعايا جوز الطيب، ورشه فلفل صغيره بس تعلي التست معانا كده. ممكن برضو تحطي شويه جنزبيل صغيرين برضو بتعلي التست معاه. هبدا اقلب البصل بتاعي كده لغايه ما يدبل خالص. مش عايزه احمره ياخد معايا اللون البني، لا انا عايزاه بس يدبل كده بس معايا. وهنزل فوق على طول بالفلفل، وهكون مجهزه معايا شفشق طماطم كبير، بحيث ان انا هعمل معايا تسبيكه كده احط فيها السمك عشان هندخله صينيه في قلب الفرن. طبعا السمك ده جميل جدا، اللي مش بيحب السمك المشوي او مش بيحب السمك المقلي، هو جميل كده مع الرز الحبايه والحبايه او الرز الابيض. بتبقى وجبه حلوه والولاد كلهم بيحبوها. جهزت معايا الطماطم اهي، هبدا اعصرها. وطبعا عشان الطماطم لونها يحمر معايا زياده ممكن احط لها شويه ملح وانا بعصرها في الخلاط. هنا معايا الخضار بتاعي دبل كله اهو. هبدا انزل عليه بالطماطم زي ما احنا شايفين مع بعض كده. القناة الأيام دي التفاعل عليها قليل جدا، وانا مش فاضية خالص اعمل فيديوهات، فبحاول اعمل اي فيديوز كده تنجز معايا. حاولوا تشجعونا كده بلايكات كتير عشان ارجع انزل فيديوهات كتير زي الاول. والله انا مش بنزل فيديوهات الا لما الاقي ناس كتير بعتلي فين الفيديوهات فين الفيديوهات، فبحاول انزل اي فيديو. هنا معايا معلقتين صلصة كده كانوا باقيين في البرطمان، حطيت عليهم شوية مية سخنة ودوبتهم كده وضفتهم عشان يحلوا معانا اللون. في الطبق ده انا جهزت توم وفلفل اخضر وملح وفلفل وكمون ومعلقه كزبره. هبدا ادقهم كويس قوي وعليهم عصره ليمون علشان احشي السمك بتاعي. كمان جهزت معايا هنا معلقه نشا كبيره، معلقه كمون، معلقه ملح، ومعلقه كركم والدقيق، وهبدا اخلطهم كلهم كويس عشان ده اللي هنغلف بيه السمك قبل ما نقليه ونحطه في الزيت بتاعنا السخن. دايما تكون النار سخنه جدا على الزيت والزيت يكون معايا سخن عشان السمك يطلع معانا مقرمش وجميل. دقيت كده الخلطه بتاعتي وعليها عصره ليمونه، وهبدا احشي السمك واحده واحده كده من جوه. طبعا السمك الكبير ده يستحسن ان انا من بره كده اعمل فيه بالسكينه كده خطين علشان برضو ادخل فيه من التتبيله. زي ما احنا شايفين السمك معانا نضيف وزي الفل اهو. هبدا احشيه من جوه كده بالخلطه بتاعي، وكمان هدخل القطع اللي انا عاملاه في جلد السمكه من بره برضو من التتبيله عشان تشرب معايا. انا بعد ما اخلص حشو كل الكميه هبدا اقطع بقى السمك من بره كده واحشيه برضو، واعصر عليه 3 4 ليمونات كده واسيبه. شوف برغم ان احنا مصفيينه هينزل ميه كتير. في الوقت ده كانت التسبيكه بتاعتي بدات تسبك معايا اهي. هبدا اقلبها كل شويه كده لغايه ما تطرد اي دهون جواها واللون بتاعها ياخد اللون الاحمر. السمك اهو سيبناه فتره زي ما انا قلت لكم في التتبيله، وقطعت قطعته من بره كده كذا كذا قطع كده، ودخلت فيه الحشوه بتاعتي علشان يشرب من التتبيله بتاعنا كويس وياخد طعم جميل. في الوقت ده بقى كنت غسلت الرز بتاعي. هعمل رز ابيض النهارده، احنا عارفين الرز الابيض معيار كوبايه الرز كوبايه ميه مغليه. هبدا احمر جزء منه عشان هعمله رز حبايه وحبايه. ومعايا الدقيق اهو والسمك بعد ما انا زي ما انا قلت لكم سبته في التتبيله شويه نص ساعه على الاقل. هبدا انزل كده في اغلفه بالدقيق اللي عليه زي ما انا قلت قبل كده نشا وكمون وكركم ومعلقه ملح. هغلفه كويس كده وهرصه على ما الزيت بتاعي يسخن. وبعد كده هبدأ اقليه واسيبه يصفى من الزيت قبل ما انزله في التسبيكة وندخله الفرن مع بعض. هعمل كل الكمية زي ما انتم شايفين مع بعض كده بحيث ان انا اخلصها كلها.
طبعًا أمّا تيجي تعملي أي حاجة بتشتغلي فيها أو بتغلفيها بالدقيق، يُستحسن تحطّي كيس تحت الدقيق علشان الصينية أو الحاجة اللي أنتِ حاطة عليها أي بانيه، سمك، أي حاجة بنعملها في الدقيق، تحطّي كيسة كده بحيث تشيليها على طول وتغسلي الصينية تبقى نضيفة معاكِ، وتُستحسن برضه تستخدمي معلقة أو اسباتيولا وأنتِ بتحطّي الدقيق على أي حاجة علشان إيديكِ ما تبقاش فيها عجين كده. كنت أنا عاملة بطاطس، جِبت بطاطس جديدة قُلت أجرّبها كده في التحمير، خُفت إن أنا أحمّرها على طول في النار، فسلقتها الأول وقطّعتها شرايح كده وبدأت أحمّرها، طلعت من اللي بتبقى مقرمشة وجميلة. فبعد كده ممكن أعملها بعد كده صوابع أو شيبس أو كده، عادي مش هابقى قلقانة منها. زي ما إحنا شايفين مع بعض كده، الرز بتاعنا بدأ لونه يتغيّر أهو، بس أنا هاسيبه أكتر، طبعًا الكاميرا مش بتطلّع اللون زي ما موجود في الطبيعة، بيبقى أغمق سِنّة، بس هي بتطلّعه لون فاتح، مش عارفة ليه. حتى في التسبيكة بتاعة الطماطم برضه الكاميرا مطلّعاها فاتحة شوية. هنا الرز بتاعي بدأ يحمر اهو، هاسيبه شوية كمان لغاية ما يحمر خالص، وبعد كده هننزل عليها بالرز التاني والأبيض وبرضه ادّي له كده تقليبتين 3 بحيث يتشمّع معايا كده، وبعد كده أنزل عليه بنفس مقدار الرز مَيّة مغلية، وأملّحه بالملح بتاعي، ممكن أحط شوية فلفل كمان يعلّوا معانا برضه التيست، وهاسيبه يغلي خالص، لمّا يغلي معايا والمَيّة تبدأ تنشف منه كده، هابدأ أهدّي عليه النار لحد ما يستوي معانا، وهنشوفه مع بعض في الآخر. البطاطس بتاعتي بدأت تحمر كده وطلّعت الدور وحطيت دور تاني، كل ده أنا شغّالة في نفس الوقت في كذا حاجة وأنا شغّالة. الرز بتاعي زي ما إحنا شايفين أهو، شرب المَيّة اللي فيه، هاوطّي عليه بقى خالص لغاية ما يستوي معانا. في الوقت ده أكون بقى قليت السمك وحطيت صينية السمك معانا في الفرن بحيث تاخد برضه وش كده وتستوي معانا، والتيست ينزل يعني الصلصة تبقى جوّه السمك كده يبقى طعمه جميل. السمك ما متعوّد كده أمّا باجي أقليه بينزل في زيت سخن جدًا، وبعد ما أنزّله ما أقلّبوش خالص إلّا أمّا يتحمّر معايا كويس، لإن أنا لو حاولت أقلّبه آمم وأنا شغّالة فيه هيتهري منّي ومش هيبقى مقرمش زي ما أنا عايزاه. فأنتِ ح حُطّيه على ناحية وأول ما يحمَر كده من الجوانب زي ما إحنا شايفين مع بعض كده، هابدأ أقلّبه على الناحية التانية. اوعي حذاري تقلّبيه قبل ما يحمَر، لإنِّك لو قلّبتيه هيتهري منِّك. بشويش كده طبعًا علشان الزيت بتاعِك ما يطرطش عليكِ أو يبهدلِك كده وأنتِ شغّالة، وحاولي تقلّبيه بشويش كده. طبعًا كلّنا عارفين طريقة الصيادية وعارفين طريقة السمك دي، بس أنا باحب أظهر لكم كده كل شوية بحيث إن القناة تبقى شغّالة يعني، يبقى في فيديوز والّا أي حاجة. طبعًا كلّكم ستات بيت شاطرين وعارفين الطريقة دي، بس أنا باحب أبقى معاكم وندردش شوية مع بعض، نغيّر جو كده بحيث إن القناة ما تقفش يعني. ولو أنتم برضه لو حابين أي أفكار في أي فيديوهات أو أي وصفات قولوا لي وأنا أحاول أحطها لكم. السمك اللي بيطلع باركنه على جنب كده لغاية ما نخلّص الكمية كلّها، ونبدأ ننزّلها مع بعض في الصلصة، تاخد غلوة على النار وبعد كده ندخّلها الفرن. في وصفات كتير أنا عملتها على القناة، يعني حاولوا تدخلوا تشوفوها، والأيام دي برضه حابة أنبّهكم الرز معايا استوي أهو. حابة أنبّهكم إن الأيام دي أيام تخزينات، حاولوا تجهّزوا حبّة تخزينات كده عشان تنفعكم في شهر رمضان. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هاعمل لكم طريقة تخزين الطماطم، يعني جايبة كمية طماطم زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو كده، هنخزّنها مع بعض نعملها صلصة ونشوف كذا حاجة كده نحاول نشيل شوية حاجات لرمضان كده. أنا عارفة إن الأسعار غالية برضه علينا كُلّنا، فحاولي بقى كل أسبوع كده يعني الحاجة اللي أنتِ بتجيبيها زوّدي الكمية شوية صغيّرة وشيلي على قد ما تقدري كده. يعني ما ترهقيش نفسِك برضه ترهقي الميزانية وتتقّلي على نفسِك، لأ حاولي كده كل مرّة خطّفي حاجة كده وأنتِ في السوق، وحاولي تعيني، مثلًا جيبي بسلة شيلي كيسة وسيبي كيسة، جيبي فاصوليا خضرا شيلي كيسة سيبي كيسة، طماطم حاولي تعيني لِك كيستين كده كل مرّة. الأكل بتاعنا خلص أهو، الرز زي ما إحنا شايفين مع بعض مفلفل وجميل أهو، البطاطس والسمك، وعملنا كمان سلطة خضرا. أتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. فيديو سهل وسريع، وبارجع كده عشان أمسّي عليكم وأفكّركم بالقناة وأفكّركم بلايكات كتير. لو أنتم أول مرّة تشوفونا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس اللي تحت وتختاروا الكل عشان كل فيديو ننزّله جديد ينزل لكم إن شاء الله. وأي حاجة حابين إن أنا أنزّلها لكم في القناة جديدة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت. أشوفكم على خير.